السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. معاكم محمد مجدي من قناة هوتش باريستا ارت. ان شاء الله في الفيديو ده هعمل لكم طريقة عمل الايس كوفي بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة زي بتاعة الكافيهات بالظبط. معانا المكونات بن وسكر ولبن، 3 مكونات، مفيش اسهل من كده ولا هنزود، وتكلفة بسيطة جدا. حط 4 معالق سكر صغيرين او 2 كبار، تمام، ومعلقة وربع بن، حوالي 10 جرام. هنحط كوباية لبن حوالي 250 ملي، وكوباية تلج، وكل ده يا جماعة نضربه في الخلاط. زي ما حضراتكم شايفين لحد ما التلج يتمكس مع المكونات كلها. بس كده، وده هو ده الايس كوفي بتاع الكافيهات اللي بنشتريه باغلى سعر بره. مفيش اسهل من كده. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معكم محمد مجدي من قناة هوتش باريستا ارت. ان شاء الله في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت الايس كراميل ميكاتو بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة. ولو الطريقة عجبتكم ياريت تعملوا لي لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش لسه في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة بالظبط. اول حاجة هنحط بولة ايس كريم فانيليا، 200 ملي لبن، صوص كراميل، وهنحط كيس نسكافيه بلاك. هو طبعا الصح ان احنا هنعمله باسبريسو، بس الاسبريسو مش متوفر في كل بيت فاحنا بنستبدله بنسكافيه. وهنحط السكر بتاعنا عادي حسب الرغبة، ودي بتفرق من واحد للتاني طبعا. واللي عايز يضيف تلج دي طبعا برضو حسب الرغبة. بس وهنضرب كل المكونات دي في الخلاط. وهو ده يا جماعة الايس كراميل مكاتو بطريقة سهلة وبسيطة، وممكن اي حد يعمله في البيت. فلو عجبتكم الطريقة ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معكم محمد مجدي من قناة واتش بار ستارت. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف ازاي عملنا الايس موكا بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الطريقة بالظبط، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنسوش اللايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. زي ما حضراتكم شايفين هنحط بولة ايس كريم فانيليا، بولة واحدة بس، دي بالطعم الاوردر نفسه. نحط شوية صوص شوكولاتة، ونحط جاروف تلج و200 ملي لبن، وبنحضر شوت الاسبريسو وبنضيفه عليه، والسكر طبعا حسب الرغبة. بس الكوباية المظبوطة 4 معالق صغيرين او 2 كبار. وده جاروف التلج زي ما حضراتكم شايفين. وفي الوقت دوت هنحضر شوت الاسبريسو، ويفضل يكون سنجل على قد الكوباية، وهنضيفه على المكونات ديت كلها ونضربه في الخلاط. وزي ما قلت لحضراتكم السكر طبعا حسب الرغبة، بس المظبوط 4 صغيرين يا اما معلقتين كبار. بس يا جماعة وهي دي ببساطة كل مكونات الايس موكا. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش ولو متبخلوش عليا بلايك للفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Check it out. Check it السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة واتش بار ستارت. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل احلى ميلك شيك تدوقه في رمضان بعد الفطار كده، وخلي جسمك ريفريش. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الطريقة بالظبط، ومتنسوش اللايك للفيديو. ولو اول مرة ليك في القناة يا ريت تشرفني باشتراك القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ان شاء الله الفترة الجاية هتبقى في شروحات كتير لعصاير رمضان والحلويات، ووجودكم معايا ودعمكم هو اللي بيشجعني ان اكمل. يلا بينا نسمي الله وكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين احنا حطينا 4 بولات ايس كريم فانيليا. وده كيس اوريو اللي فيه 6 قطع، هنحط ال5 قطع، والقطعة السادسة هنجرنش بيها الميلك شيك. بعد كده هنحط اللبن حوالي 250 ملي، وشوية صوص شوكولاتة صغيرين عشان ما يغطيش على طعم الاوريو. بس يا جماعة هنضرب كل المكونات ديت في الخلاط. اللي يعرف اسم الميلك شيك ده في الكافيهات ايه يقول لي في الكومنتات.
وطبعا زي ما بيقولوا العين بتاكل وتشرب قبل البطن، فاحنا هنجرنش الكوباية بتاعتنا جرنشة بسيطة كده، وبعدين نحط فيها الميلك شيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد مجدي من قناة كوتش باريست ارت. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف ازاي عملنا القهوة نوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معايا الفيديو للاخر. زي ما حضراتكم شايفين هنحط مقدار الكوباية لبن. تمام، هنصبها في الكرافة، هنعملها على مكنة الاسبريسو. وبعد كده هنحط السكر معلقتين كويس جدا عشان النوتيلا بتسكر اصلا قهوة زيادة. تمام، هنحط معلقتين نوتيلا صغيرين. ومعلقة بن هنحطها، يفضل البن الفاتح، يعني الفاتح بيبقى عشان ما تمررش القهوة زيادة. تمام، معلقة واحدة بس بن. يعني هنقلبها بس بالمعلقة كويس، وبعد كده بنسويها على مكنة الاسبريسو. زي ما حضرتك شايفين احنا بنفرغ ضغط المية اللي في الستيم، وبنسويها عادي زي اي قهوة فرنساوي، او بنفوم لبن بطريقة عادية. بس يا جماعة، وكده احلى قهوة نوتيلا ممكن تدوقها في حياتكم. يا ريت لو عجبتكم الطريقة تشرفوني بالاشتراك في القناة، تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة واتش باريست ارت. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل حاجة جديدة ما اعتقدش ان حد كتير عملها قبل كده، وهي الصودا كوفي. فتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الطريقة بالظبط. وما تنسوش طبعا اللايك للفيديو والاشتراك للقناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. طبعا هنعمل القهوة بتاعتنا عادي، معلقتين بن، والسكر طبعا حسب الرغبة. وبعد كده هنضيف السيفن على حسب مقدار الفنجان بالظبط. هنقلبها كويس عشان البن يدوب مع السيفن كويس. نحطها عند سخان الكهرباء، نفضل نقلب فيها كويس في الاول. تمام، ونسيبها تستوي براحتها.
زي ما حضراتكم شايفين هي قربت تطلع اهي. تمام، هنشيل المعلقة منها، نخبطها كام خبطة بسيطة كده وتقليبة بسيطة خالص، وبعد كده خلاص كده القهوة خلصت. بس يا جماعة وهنصبها عادي. تمام، لو الطريقة عجبتكم متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك للقناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. اتمنى فعلا تشجعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة توتش باريستا ارت. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي عملنا الاسبريسو بطريقة سهلة وبسيطة في البيت من غير استخدام مكنة الكابتشينو اللي هتلاقيها في اي كافيه. تابعوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الطريقة بالظبط. معانا زي ما حضراتكم شايفين شوت اسبريسو سنجل 7 جرام وكوباية مية متلجة. تمام، هنحط الاسبريسو على المية ونقلبهم كويس ونسيبهم منقوعين لمدة ساعتين. زي ما حضراتكم شايفين هو ده شكل الاسبريسو بعد مرور ساعتين ان احنا نقعناه في المية الساقعة. بعد كده هنحطه في كنكة نحاس ونسويه كأنه قهوة تركي عادية جدا. هنقلب الاسبريسو تقليبة بسيطة ونسيبه على البلاطة او السخان الكهرباء ياخد تسويته براحته جدا. زي ما حضراتكم شايفين الوش بيطلع اهوت. بس يا جماعة وهي دي الطريقة بكل سهولة. احلى اسبريسو ممكن تشربوه في البيت، مش هتحتاج تروح الكافيه ولا اي حاجة. يا ريت لو عجبتكم الطريقة تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معكم محمد مجدي من قناة توتش باريستا ارت. ان شاء الله في الفيديو دوت زي ما حضراتكم شايفين هنشوف ازاي عملت القهوة التركي على الستيم او باستخدام مكنة الكابتشينو بطريقة سهلة وبسيطة وبأتقل وش. السر اتقل وش ايه؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر وهتعرفوا السر، وما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة. وبالمناسبة الفيديو انا عملته بناء على طلب بعض من حضراتكم،
فاللي عايز حاجة يطلبها مني وانا ان شاء الله هعملها له في اسرع وقت. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة بالظبط. عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين ان احنا بنستخدم اي كنكة، بس انا عن نفسي بحب استخدم الكنكة النحاس. بنحط البن بتاعنا عادي معلقتين حوالي 14 جرام، والسكر طبعا حسب الرغبة. تمام، ونحط مقدار المية حسب على قد الفنجان بالظبط. بنفضي الستيم الاول طبعا من ضغط المية اللي جواه. الستيم بينزل حوالي 2 سنتي في الكنكة. بنعلي الستيم على الاخر. تمام، وبعد كده بنهدي نقلب كذا تقليبة، ونهدي الستيم على الاخر، ونسيب القهوة تستوي براحتها لحد ما نلاقي الوش بيعلى وكده خلاص. شايفين حضراتكم الوش بيطلع ازاي؟ طبعا مش عايزين الوش يقلب مننا او يفور، طبعا احنا مهدين الستيم خالص. بس خلاص الوش خلاص طلع اهو. بس نقوم صابين بقى الفنجان. طبعا بعد ما القهوة بتطلع بتخبطها كام خبطة كده على الرخامة عشان البابلز اللي فيها ديت تروح. بس كفاية كده وبنصبها. بس يا جماعة، وهي دي كانت الطريقة بكل سهولة. بصوا الوش عامل ازاي. اظن مش هتلاقوا احسن من كده. فياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة هوتش بار ستارت. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقطع تارت التشيز كيك 10 قطع مظبوطين ومتساويين من غير اي اسطمبة. فده فيديو يهم كل باريستا. لو اول مرة تدخل القناة اتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة. لو عجبك الفيديو متبخلش عليها باللايك. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنقطع الطرف ازاي. زي ما حضراتكم شايفين احنا قسمنا الطرت 4 ارباع متساويين، وكل ربع هنقسمه قطعتين ونص. احنا بس بنعلم بالسكينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. لو اول مرة تشوفني فده شرف ليا طبعا، وتشرفني بالاشتراك في القناة. واحب اعرفكم بنفسي، معكم محمد مجدي من قناة واتش بارست ارت. القناة ببساطة يعني بتختص انك تعرف تعمل جميع انواع العصاير والكوكتيلات والمشروبات السخنة، وكمان الأنواع اللي انت بتلاقيها في الكافيهات من الديزرتس اللي زي المولتن كيك والشوكليت كيك والتشيز كيك والوافلز. أي حاجة ممكن تتخيلها إن شاء الله هتلاقيها في القناة، هتساعدك وهتفيدك لو انت باريستا. لو مش باريستا فطبعا دي هتزود من معلوماتك ان انت ممكن تعمل جميع انواع الحاجات اللي انت بتشوفها في الكافيهات ديت ونفسك تعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة. لو في اي حد عايز يسأل اي سؤال يسيب لي السؤال في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليه، وان شاء الله هتستفاد. اسف طبعا لو كنت طولت على حضراتكم، بس هنشوف بقى الفيديو بتاعنا النهارده. وزي ما حضراتكم شايفين ده صوص الشوكليت. هوريكم ازاي انا عملته بطريقه سهله وبسيطه وبأقل تكلفه. زي ما حضراتكم شايفين السمك بتاعه عامل ازاي. وعايز اقول لحضراتكم ان انا ما استخدمتش الا الخلاط بس في طريقه عمايله، وده طبعا هيوفر علينا الوقت ومفيش طريقة اسهل من كده. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين دي 5 مكونات سهلة وبسيطة خالص. حضراتكم شايفين دي كوباية مية، تمام، 3/4 كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية كاكاو، يفضل نستخدم الكاكاو الاسباني، ودي معلقتين نوتيلا. طبعا احنا ممكن نستغنى عن النوتيلا، بس انا حطيتها، المعلقتين دولت هيظبطوا الطعم جدا في الصوص. حضراتكم شايفين حطينا كوباية المية، تمام، وبعد كده نحط 3/4 كوباية الزيت، كل ده في الخلاط، تمام. وبعد كده هنحط السكر، زي ما حضراتكم شايفين كله في الخلاط. هنحط بس المكونات ديت الأول وهنضربها. طبعا الكاكاو والنوتيلا مش هنحطهم دلوقتي. بس يا جماعة هنضرب دلوقتي المكونات ديت بس لحد ما السكر يدوب ويتمكس مع المية والزيت، تمام. هنسيبه يتضرب على أطول فترة ممكنة لحد ما السكر يدوب خالص. وطبعا حاطين زيت فالسكر هيدوب يعني بصعوبة شوية، بس هنضربه نطول الضرب في الخلاط لحد ما السكر ده يدوب خالص، تمام. بعد كده عادي ممكن نعلي السرعة، نزود السرعة بتاعة الخلاط عشان السكر يدوب أسرع. بس زي ما حضراتكم شايفين ده بعد ما طلع، تمام. هنضيف بقى الايه الكاكاو والنوتيلا عليهم ونضربهم تاني في الخلاط. ادي الكاكاو اهي، كوباية الكاكاو. يفضل الكاكاو الاسباني زي ما قلت لحضراتكم لانه غامق جدا، فهيطلع لك شكل حتى الصوص والطعم غامق، فده يفضل. زي ما حضراتكم شايفين دي النوتيلا، وانا فعلا ضفتها عشان بتخلي طعم الصوص تحفة يا جماعة، مش اكتر. فانت ممكن تستغنى عنها عادي، مفيش مشكلة. بس نضرب تاني في الخلاط، نضرب كام ضربة كده حلوين عشان الكاكاو يدوب فعلا مع بقية المكونات. بس يا جماعة وده الصوص بعد ما خلص. فأتمنى فعلا لو الطريقة عجبتكم تعملوا لي لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وتعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس. بشكركم يا جماعة، وبتمنى فعلا تكونوا استفدتوا من الطريقة، واللي هيجربها ياريت يقول لي ايه رأيه فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فين عشاق ميلك شيك الشوكولاتة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باريستا محمد مجدي، ودي قناتي هوتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل احلى ميلك شيك شوكليت على طريقتي، ان شاء الله هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو للاخر ومتنسوش لايك جميل زي كده للفيديو، واشتركوا في القناة عشان فعلا هتستفيدوا كتير. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ. معانا خلاطنا الجميل، نحط 4 بولات ايس كريم شوكولاتة. ادي الاولى، التانية، ادي التالتة، وادي الرابعة. نحط شوية صوص شوكولاتة كده يحلوا الطعم، مع شوية لبن حوالي 150 ملي. ويا سلام بقى مع شوية شوكليت شيبس كده. كل ده بقى في الخلاط نضربه، هيطلع لنا في النهاية العظمة دي. نجيب بقى الكوباية الجميلة بتاعتنا ونجرنشها كده وندلعها. وصب الميلك شيك بقى يا باشا، واوعى تسيب اي حاجة في الخلاط. وبالهنا والشفا وادعيلي. نحط بقى شوية شوكليت شيبس كده جميلة على الوش، ونجرنشها بقى بشوية صوص جميل كده. واشرب بقى يا باشا وبالهنا والشفا، وما تنساش تدعيلي تاني برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معكم محمد مجدي من قناة هوتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو دوت هوريكم ازاي يعني نفوم اللبن بطريقة سهلة وبسيطة، يعني يعتبر من اسهل الطرق اللي ممكن تشوفوها، والطريقة جميلة جدا ان انتوا تعرفوا تعملوا بيها ارت وترسموا بيها. فتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الطريقة بالظبط. ده الكراف اللي احنا هنفوم فيه يا جماعة. اهم حاجة اللبن ما نزودوش عن علامة السبعة اللي موجودة في الكراف، زي اللي انتوا شايفينها في السهم دي اللبن ما يعديهاش، تمكن بقى كمية اللبن مظبوطة. الكرافة يا جماعة هنقسمه 4 تربع زي ما حضراتكم شايفين. الستيم هنحطه في اي ربع منهم، تمام، وبنحطه بزاوية 90 الستيم. دي اسهل طريقة ودي اللي انا بستخدمها الصراحة، تمام. والستيم بينزل حوالي 2 سنتي في الكراف، بنعلي على الاخر زي ما حضراتكم شايفين، تمام. بيعمل رولينج اهوت واللبن بيبقى زي الفل. زي ما حضراتكم ملاحظين انا مثبت الكراف في ايدي، ما بحاولش احركه خالص، تمام. على قد ما انت مثبت الكراف في ايدك على قد ما مش هتطلع لك بابلز في اللبن، تمام. كتير بيشتكي اصلا يعني اللبن بيطلع بابلز مع التفويم بتاعه، فانت مثبت ايدك مع الستيم اللبن هيعمل رولينج كويس، وبالتالي مفيش اي بابلز هتطلع فيه، تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهو خلاص. زي ما حضراتكم شايفين الفومه جميله خالص اهيت، لا في بابلز ولا اي حاجه. الفومه دي تعرف ترسم بيها كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معكم محمد مجدي من قناة هوتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو ده هتشوفوا ازاي عملت الهوت شوكليت نوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة.
تمام، زي اللي بيتعمل في الكافيهات بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا الطريقه بالظبط. لو عجبتكم ما تبخلوش عليها بلايك واشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. هو ده يا جماعه شكل الهوت شوكليت نوتيلا بعد ما خلص. عايزين تعرفوا الطريقه بالظبط، تابعوا معايا الفيديو للاخر. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين هم 4 مكونات بس اللي احنا هنستخدمهم. تمام، هنحط معلقتين بودر شوكولاته. تمام، حطه في كراف بتاع الباريستا. تمام، ده لو هنستخدمه في كافيه. لو هنعمله في البيت بقى في اي لبانه او اي حاجه نستخدمها نسخن فيها. بمعلقتين بودر شوكولاته. تمام، والسكر برضو حسب الرغبه، بس هنا في المظبوط يعني معلقتين. تمام، معلقتين سكر ومعلقتين بودر شوكولاته. تمام، حط معلقتين برضو نوتيلا، بس معلقتين يبقوا مليانين. تمام، زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنضيف اللبن، يعني حوالي 250 مللي. تمام، هي كمية كافية يعني. وبعد كده نقلبهم تقليبة حلوة ومنهم على الستيم بقى نسخنه. اول حاجة بنفضي الستيم من ضغط الماء اللي جواه. تمام، بعد كده بنفوم اكننا بنفوم اي لبن عادي. تمام. لو عايزين الطريقة بالظبط انا كنت عامل فيديو عن تفويم اللبن. تمام، هتلاقوا هسيبها لكم هنا في وصف الفيديو ده. تمام. طبعا بنفوم عادي جدا. بنخبط كام بس خبطة كده على الرخام ونضيع البابلز من اللبن. تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهوت الهوت شوكليت كله تمام. شايفين حضراتكم الوش بتاع الهوت شوكليت عامل ازاي؟ ده كده يبقى هوت شوكليت كويس. تمام، احنا بقى ممكن بقى نزود جرنشة بتاعته، بنفوم لبن تاني بنحط الفوم عليه ونجرنش بقى بصوص شوكولاتة وكده زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. تمام، هنا بنفوم لبن عادي خالص. تمام، وزي ما قلت لكم الطريقة بالظبط انا بتاعة تفويم اللبن هسيبها لكم في وصف الفيديو. بصوا حضراتكم الفومة شكلها عامل ازاي. تمام، كريمي خالص يعني، دي جميلة في الارت يعني اللي بحابب يرسم وكده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة واتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي عملنا الليمون الوردي. هو مشروب جديد، اتمنى فعلا كلكم تجربوه واكيد هتستمتعوا بيه. تابعوا معايا الفيديو الاخر ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. هنحط كوباية مية حوالي 300 ملي. تمام، هو ده يا جماعة اصلا يعني الطريقة الصح ان احنا نعمل بيها عصير الليمون. هنحط المية الاول، تمام، نحط شوية لبن صغيرين. شوية اللبن دولت بيضيعوا مرارة الليمون. تمام، ده من ضمن الاسرار. تاني سر هقول لحضراتكم دلوقتي عليه. حطينا المية وبعد كده اللبن، نحط 3 معالق سكر كبار. تمام، وعلى حسب برضو لو عايزين تلج هتحطوا تلج، مش عايزه ساقع قوي ما يعني ما يكترش. احنا هنحط التلج. يبقى احنا كده حطينا المية مع اللبن مع شوية السكر مع شوية التلج، وهنضرب دولت في الخلاط. بس كده يا جماعة كفاية. تمام، هنوقف الخلاط، هنضيف الليمونتين. تمام، على الاوردر ليمونتين، وهنضربهم حوالي 5 ثواني، ما نكترش عن كده عشان كتر الضرب في الخلاط تمام بيخلي الليمون يمرر. وده السر التاني اللي بقول لحضراتكم. هنصفي الليمون عادي جدا وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما صفينا الليمون هنحط شوية صوص فراولة في الكاس. تمام، هنضيف عليهم شوية تلج ونصب الليمون عليه. وبألف هنا وشفا. أحلى ليمون وردي اختراع جديد وطعمه فعلا تحفة يا جماعة. أنصحكم تجربوه. بألف هنا وشفا. ولو عجبتكم الطريقة يا جماعة ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو، وياريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي من قناة واتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي عملت ميلك شيك الفراولة بطريقة سهلة وبسيطة. ميلك شيك بتاع الكافيهات بالظبط وبطريقة سهلة، وان شاء الله هتعجب. اتمنى تشرفوني باشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. متبخلوش علينا بلايك للفيديو. تابعوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله الكل هيستفيد. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة بالظبط.
اساس اي ميلك شيك الايس كريم نفسه. تمام. فاحنا عشان نعمله ميلك شيك فراولة هنستخدم ايس كريم فراولة يفضل يعني. هنحط 4 بولات مليانين مع 150 ملي لبن، شوية صوص فراولة صغيرين. تمام. وده ببساطة هو ده الميلك شيك فراولة اللي بتدوقوه في الكافيهات وبتشتروه بأغلى سعر. زي ما انتوا شايفين كده اهو 4 بولات ايس كريم فراولة. تمام. نحط اللبن كده كده، منزودش اللبن في الميلك شيك عشان يطلع تقيل، فبكتيره 150 ملي يعني. تمام. وشوية صوص فراولة يعني بيزودوا التست بتاعه. بس يا جماعة، وكل ده بيتضرب في الخلاط. بس يا جماعة، وهي دي الطريقة بكل بساطة. هنجرنش بقى الكوباية بتاعتنا كده بطريقتنا زي ما احنا حابين. تمام. بألف هنا وشفا. عجبتكم الطريقة، اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. يعني اللي عايز اي استفسار انا تحت امره. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.